ازاي ربنا يرضى بكده؟ معنى كده ان في ناس بايديها مصير ناس. ده اسمه ايه ده؟ خدها مقولك قبل ما تلحدي وتفتحي باب على مصراعيه لشياطين الجان. امال الانبياء والابتلاءات اللي كانت فيهم، سيدنا ايوب، سيدنا يونس، سيدنا محمد، سيدنا موسى، دي كلها كانت ليه ربنا يرضى بكده؟ او كل الابتلاءات بقت ليه ربنا يرضى بكده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ركزي كويس قوي في كل كلمة انتي بتقوليها. هو احنا ليه بنمرض؟ هو ليه بيجيلنا أمراض؟ وليه في ناس بيجيلها أمراض خبيثة وفي ناس بتموت من الأمراض اللي بتجيلها لأن ملهاش علاج؟ هل ده حد تاني في ايديه مصير بني الإنس؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ أنا مش هلومك علشان العبث والعابثين في عقولكم خلوا عندكم شك في عظمة الخالق. في حاجة اسمها ابتلاءات يا حبيبة قلبي. الابتلاء يا تصبر، رب العباد بيرفع عنك ابتلاء علشان يخفف عنك ذنوب، يا إما حكمة لا يعلمها إلا الله، يا إما اختبار. لكن مفيش حاجة اسمها إن حد يتحكم في مصير حد. كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فوقي، خدوا بالكوا كويس قوي من اللعب اللي بيحصل على السوشيال ميديا اليومين دول. هدف عرايس الخيط هو تشكيكك في الألوهية والعقائد الدينية والقدرة الإلهية على إنهم في إيديهم مصير الناس. عمر ما كان الساحر في إيديه مصير مخلوق إلا بأمر من رب العباد. هو بس اللي يستطيع يا يجيب أم لا. وإذا خلى الساحر ينجح في سحره فهو ابتلاء من رب العباد أو اختبار، أو عشان يرفع عنه بعض ذنوبه. فوقي لكلامك وارجعي إلى ربك، لسه باب التوبة مفتوح. واوعي تفكري في كده، لأني لو فكرتي في كده هتبقي من أتباع خدي بالك، انتي بتقعي في كفر وفي شرك. صلي على النبي وحدي الله وارجعي لربك واستغفريه وقولي له يا رب ارفع عني ابتلاءك وما تورنيش أي ابتلاء ابتليت به أي عبد تاني آخر. الحمد لله الذي عافانا بما ابتلى به غيرنا. خليها على لسانك وجنبنا يا رب الأذى والمؤذيين. فوقوا يا خلق الله، فوقوا.